نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم لكم مدرب الزمالك الجديد. أنا جايب لك النهارده كل المعلومات عن المدرب، بياكل إيه، بيشرب إيه، مدربنا بروزوفيتش. طبعا أنت من الاسم هتقول بسم الله الرحمن الرحيم مدرب إيه؟ ولد سندال قروي، مدرب إيه؟ مدرب سربي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عنده كام سنة؟ الولد عنده 53 سنة، تمام؟ بدأ تدريب، بدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم 2006 مدرب مساعد، تمام. قال لك خلاص بقى بسم الله، خلاص بقى من 2006 بدأ بقى يدرب ايه في 2011 بقى مدير فني طبعا في الدوري ايه، في الدوري الصربي. ما خدش حاجه من 2011 لحد ما مسك، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ب 2013 اول بطوله الدوري الصربي. طب 2013 دي ايه؟ اول بطوله. طب الراجل بتخدر معاه، تمام. راح جاي سايب الدوري الصربي وراح الدوري ايه، البيلاروسي. طبعا البيلاروسي ده في 2015 ما يعرفش بيلعبوا كوره هناك ولا بيلعبوا بيسبول، ولا مش حدش عارف حاجه. الجو ساقع هناك وكلهم سقعانين، يا بختهم، واحنا هنموت في الحر ده، فيا بختهم، تمام. راح 2015 الدوري البيلاروسي، ما عملش اي حاجه خالص، ما فيش يا باشا. راح جاي لافف له، واخد له ايه، واخد بالك انت ايه، لفه عربيه كده، شويه دلع. راح جاي ايه، بادئ لك بالفيصلي، ساب الفيصلي دخل الظفر، ساب الظفر، هو تقريبا كان بيحب الخليج، دخل الوحده، ساب الوحده دخل الفيحاء. اخر تجربه كانت اتحاد كلباء في الامارات. طب الراجل ده قال ايه في اتحاد كلباء في الامارات؟ الراجل ده عمل ايه؟ دلع نفسه. قول لي يا باشا، هقول لك يا باشا. الراجل ده 13 تعادل، 13 فوز، 22 هزيمه، تمام. طب احنا جبنا شويه ارقام بسيطه عن المدرب بتاعنا، اللي هو السي في بتاعه مش كبير والسي في بتاعه صغير. طب انت من وجهه نظرك يا ابو علي، المدرب ده كورته ايه؟ كورته هجوميه. يعني المدرب ده ما بيدافعش، المدرب ده عليا وعلى اعدائي. ما هو النتيجه دي يعني 22 هزيمه دي، الراجل مش كان فاتح الملعب، ده كان جايبه سنجاري وحاشيه من جوه توم، تمام. ده بالنسبه للمدرب بتاعنا وارقام المدرب، تمام. طب انت دلوقتي جبت مدرب اجنبي، انا معاك، هتعمل ايه؟ محتاج صفقات. طب تمام، الصفقات مبدئيا يناير اللي جاي، يعني يناير اللي جاي هيتفك القيد بتاعك. انت عمال تحل في قواضي، عمال تحل، انا معاك يا صاحبي اقسم بالله، بس يناير اللي جاي هيبدا القيد يفك، تمام. تمام. هل ده صح؟ من وجهه نظري، من وجهه نظري، قول برضو وجهه نظرك في الكومنتات، صح. طب ليه؟ هقول لك. طب ليه؟ انت هتجيب مدرب اجنبي يا باشا 6 شهور هيبدا، يعني مش هيكون افريقيا عدى عليها دوري المجموعات، فامر لا ممكن تعدي، تمام. هيبدا نص الدوري عدى، فالدنيا هتبدا شهر واحد اللي جاي يبدا الراجل يعوز صفقات. طب صفقات اللي احنا عايزينها كزمالك ايه؟ هقول لك أنا. لو بتتكلم كده بتبص كده من بعيد، احنا محتاجين ايه؟ محتاجين مدافع، لان انت بعت حسام عبد المجيد، فانت محتاج مدافع او محتاج تطلع ناشئ. دي اول حاجه، تمام. محتاج باك يمين، محتاج باك يمين، محتاج باك يمين، محتاج باك يمين، تمام. خلاص من باك اليمين محتاج باك شمال جنب اخونا فتوح، لان برضه اخونا فتوح ايه، برضه مش سن، بس برضه يعني محتاج باك شمال. عندك بطولات كتير، عندك افريقيا، عندك الكاس، عندك الدوري، عندك الرابطه، يعني تشترك بيه في اي حاجه كده وخلاص، ولا ان هو في يعني تقريبا ممكن تتعاقب، مش عارف، ما تروحش كاس، فانت بتروح باي فريق كده وخلاص. فانت محتاج باك يمين، تمام. محتاج باك شمال، محتاج مساك. طب نص الملعب محتاج برضو واحد ارتكاز في نص الملعب، يعني انت عندك جهاد ماشي وعندك في لعبه كتير ماشي. طب بالنسبه لقدام عندك اخوان بيزيرا، وعندك شيكو بانزا، وعندك لا في يعني الدنيا قدام محمد شيري، فالدنيا قدام الى حد ما كويسه، وكلامي واضح. يعني الحته اللي قدام دي يعني تزق معاك لحد يناير اللي جاي فبالرضا، بس الحته بتاعت ورا دي مش هتزق معاك لحد يناير اللي جاي، وده كلام مهم جدا، تمام. ال6 شهور دول صعبين، صعبين جدا. ان انت دفاعيا ما عندكش لعيبه ممكن يعني تكمل معاك ال6 شهور. يا ريت نركز، يا تطلع ناشئين، ما فيش يا باشا، فك قيد على غير يناير اللي جاي بامر الله، تمام. فاحنا جبنا مدرب اجنبي، ومحتاجين ايه؟ محتاجين صفقات، ومحتاجين نعمل ايه؟ نفك القيد. طب ايه اللي حصل على الساحه يا ابو علي الفتره الجديده دي؟ وطلعت تخبطات شويه في مجلس اداره نادي الزمالك، واحد قال لك انا معاك، واحد قال لك انا مش معاك، واحد قال لك مش عارف ايه. شركه الكوره في نادي الزمالك، نادي الزمالك اي حاجه بيبدا بيعملها لازم مصيبه. ما ينفعش الزمالك يبدا بسم الله كده سالكه، ما ينفعش، وربنا ما ينفع. لازم في كعبله، لازم في حد بيضايق حد، حد بينم على حد، ما احنا عمرنا في حياتنا ما اتفقنا، بجد والله. دي حاجه غريبه برضو، دي حاجه مش موجوده في النادي الاهلي. بكلمك بالنورد ان انت زملكاوي واخويا، دي مش موجوده هناك. هناك بيتفقوا خلاص، امين يلا. لكن احنا عندنا هنا عشان نتفق محتاجين منظمه الامم المتحده عشان الزمالك يتفق. استاذ احمد سلمان مشى، ميدو خد بعضه ومشى، جون اودر مش عارف قعد، مش عارف إيه، حسين لبيب عمل ايه، لازم كعبله. طب هي كانت المشكله في ايه؟ كانت في النسبه. ومن وجهه نظري طالما المشكله في النسبه، يبقى اللي عنده حق اللي بيقول لك نسبه الزمالك تبقى اعلى.
انت بتشوف كل الشركات بيقول لك 51 49، طب ال 2% دول ايه؟ هو بيكون اليد العليا، فانت عشان تبقى اليد العليا لازم تاخد 51%. فموضوع ان انت ما تاخدش ال 51 من وجهه نظري، اللي عمل كده وقام سواء ميدو او كابتن احمد سليمان فهو صح من وجهه نظري. ده بالنسبه لشركه الكوره. طب بالنسبه للكابتن معتمد جمال لازم نقدم له كل شكر وكل إخلاص وكل تقدير، ويتعمل له حفلة تكريم وهو ماشي. ليه؟ لأن الراجل تعب. أيوه مش مرحلته، كنا بنتكلم بما يرضي الله، بس الراجل تعب، الراجل عمل معاك مجهود، فأنا أتمنى تكريم الكابتن معتمد جمال. بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك، لحد دلوقتي الدنيا ماشية. يعني إيه ماشية يا أبو علي؟ يعني إيه ماشية؟ يعني كان عندك كفقد في لعيبه مش عندك فممكن نعديها، ولعيبه انت جبتها فممكن الدنيا تمشي. ممكن نقول لحد يناير اللي جاي لو فكيت القيد فانت كده كويس. فبما يرضي الله مجلس الاداره لحد دلوقتي الدنيا ايه؟ سندال، الدنيا ماشيه. فمجلس الاداره سيبك منه دلوقتي ومش هنهاجمه ومش هنكلمه لحد يناير اللي جاي، لان يناير اللي جاي مطلوب منك انك تجيب ايه؟ تجيب صفقات. طب بالنسبه للمنافسه في الموسم اللي جاي، عندك بيراميدز مكوينه، وعندك عموته في الاهلي. فانت الموسم اللي جاي عندك اتنين منافسين ما بيرحموش، عندك سيراميكا وعندك زد وعندك دجله وعندك فرق كتير جدا هتظبط معاك النقطه يعني. والدوري الموسم اللي جاي هيبقى شبه الدوري الموسم اللي فات، اللي هو هيتقسم نصين ودوري، فهيبقى مريح شويه، مريح شويه. والمنافسه في البدايه انا من وجهه نظري هتبقى صعبه. معظم الفرق او الفرق التقيله اللي هي المفروض تكسب هتكسب، هتفرض لان كله مظبط نفسه وكله ستاند باي وكله مركز ويلا بينا. فاحنا كزمالك انا بقول لك النقطه دي، هنتعب في اول الموسم. انا عاوز اكسب، انا من وجهه نظري انا عاوز اكسب يا باشا 1-0. كل مباراه مش هتفرق، اهم حاجه الثلاثه بونت في الدوري. طب بالنسبه لدوري الابطال لا، انا محتاج مكسب ومحتاج اداء، لان من وجهه نظري اهم بطوله لو هتحط الاثنين جنب بعض، لا انا بالنسبه لي دوري الابطال طبعا هو المهم، لان انا من 2002 ما شميتهوش ونفسي اروح كاس العالم. امنيه حياتي اروح كاس العالم والله العظيم ثلاثه. كلامك بما يرضي الله، مش مشكله نطلع من اول ماتشين والله ما هتفرق، بس انا عاوز اروح كاس العالم. نفسي ادوق الطعم ده، ما دقتوش قبل كده. فانا اتمنى مجلس الاداره يركز في موضوع كاس العالم، وان شاء الله بامر الله كاس العالم يتشرف ان الزمالك يخش. تمام، ندخل على مين؟ على الكابتن جون ادوارد، اللي هفضل اشكره وافضل اقول الراجل ده في وش المدفع، والراجل ده واخد وكاله يعني بالوكاله، واخد بالك انت، هو في وش المدفع وبيتهاجم. جون اودوار جاب فلان جاب علان، فكمل واحنا وراه. كان موسم جيد ليك الموسم اللي فات، فاحنا كمل واحنا وراه. نخش بقى على حاجتين يا جماعه قلبين السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، دغدغوا جابوا السوشيال ميديا وعدوا عليها ثلاثه. اول حاجه التجديد للكابتن احمد السيد زيزو. التجديد يا ابو علي مش هو ماضي 3 سنين في الاهلي؟ لا، ما هو الاهلي قال لك هعمل ايه؟ هخفض الرواتب. طب هل الكابتن احمد سيد زيزو الراتب بتاعه مخفض؟ مفيش، الراجل اصلا ماضي وقابض 3 سنين من عقده، اعلانات ومش عارف ايه، فالراجل مش هيخفض عقده. ولو انت عاوز تضحك على نفسك وتقول كده انا ما عنديش مشكله. انت لو عاوز تضحك على نفسك وتقول لا لا ده زيزو مش عارف انا ما عنديش مشكله اقسم لك بالله. بس انت احسبها كده، زيزو ساب الزمالك عشان خاطر الفلوس، هيقعد في الاهلي وهو هياخد فلوس اقل؟ فلا، فما تضحكش على نفسك. بص يعني ما عنديش مشكله ايه تقول لي عادي همشيها لك، لكن تقول لي مش عارف ايه وهيضحي، ما فيش حد بيضحي. بص يا صاحبي اقسم لك بالله، لا اهلي لا زمالك حد بيضحي، كله بياخد فلوس. زي ما طلع قال لك شيكابالا في حته اتفق معاه فيها، مفيش لعيب تعبان، مفيش لعيب مش عارف ايه، لا التعبان ده اللي بيصحى الفجر وعنده حق. مفيش لعيب تعبان، كلها ملايين، بس الفرق بدل ما يكون معايا 10 انا محتاج 100 بس. فمفيش حد بيضحي. حسين الشحات لما جه الاهلي كان اعلى راتب في النادي الاهلي ب 17 مليون. تنازل حسين الشحات عن تنازل على السنه اللي فضله في عقده. احنا بس بنحب الجمل، بنحب يعني النهارده مثلا ايه هنتكلم برضه على موضوع افريقيا والزيادات برضه هنخش عليها. احنا بنحب المنشد، بنحب السطر اللي فوق ده شايف ايه، بنحب الحاجات دي قوي، بس على ارض الواقع مفيش منه الكلام ده. فالكابتن احمد السيد زيزو ما تنازلش عن جنيه من عقده، هو اصلا جالك شاطر فلوس، يا ريت ما كانش. ندخل على الحاجه اللي من وجهه نظري فضيحه، فضيحه يا باشا، صلي على جمال سيدنا محمد. الزمالك قعد حوالي بتاع مثلا 20 30 موسم بيصفي تالت دوري يعني، تمام، ما شفناش حد طلع قال لك
نطلب بزياده اعداد الانديه، نطلب مش عارف بمين، نطلب مش عارف، وانا عمال اقول لك انت النانوس وانت اللي على الحجر، تقول لي مفيش منه الكلام ده يا باشا، انا واخد مش عارف كام افريقيا، مفيش منه الكلام ده. لما طلعت لك لايف متبروزه ويطلع واحد يقول لك اصل معلش ده عقد الرعايه بتاعنا، اصل احنا النادي، اصل مش عارف ايه. ايوه انا معاك، انا معاك، بس في انديه تانيه. زمان كنت مبرطع لوحدك في افريقيا، اسمع مني بكلمك بما يرضي الله، كنت مبرطع، لا مفيش منه الكلام ده، في انديه مغربيه، في انديه جزائريه، في انديه ليبيه، في كله، في انديه معاك منافسين دلوقتي ومعاهم فلوس زيك، مش انت بس اللي معاك فلوس، في انديه تانيه معاك فلوس. فالنادي الاهلي ان انت تطالب بزياده الاعداد، طب ما كان الزمالك موجود، يا عم الاسماعيلي لو كان بيصاب، اي كام فريق، طب ليه انت ما بتطالبش بحق الانديه ولازم النادي الاهلي بس؟ ما تطالب، الزمالك كان تالت، ما كنت بتطالب، ما سمعناش حد قال لك زياده ولا على الريحه ولا مظبوط. فليه كده؟ ليه انت، انا بقول لك انت بتعنصرها وتقول لا ما عنصرهاش، فوق تلاقي كده متعنصره ببرواز، محطوطه ببرواز كده متعنصره، ومش عايزني ازعل، ومش عاوزني اقول لك ده مش عارف اتفاق وانت بتميل ليه، وانا انت مش عايزني اقول كده، ده انا شايفها جهرا. طب انا يعني اكتر من كده هتقول لي ايه تاني؟ بس انت لعبت كتير، وانا مش عارف انت عاوز تبلعها ازاي، يعني انت عاوز توصل افريقيا بالعافيه، بالعافيه يا ابني، يعني روح كونفدراليه العب مع البط والوز والكلام ده، روح العب شويه، اتمرمط شويه، والله العظيم مصلحه ليكم. الاهلي لو شارك افريقيا اللي جايه مش هياخدها، مش هيشمها، لان حرام. تمام، حرام انتوا، لا سيبك انت من الكلام ده، ركز معايا انت شويه. هنعمل ايه لو عجبتك الحلقه؟ سبسكرايب ولايك، احلى زملكاوي في الدنيا.